عمرك حسيت إنك بتعتذر وأنت مش عارف أنت غلطت في إيه؟ لو الإجابة حصل، يبقى مبروك يا معلم، دخلت معانا نادي الضحايا الرسمي للتلاعب العاطفي، العضوية مدى الحياة، الاشتراك الشهري، صحتك النفسية. التلاعب مش لازم يبقى صوت عالي ولا خناق، أحيانا بيجي في هيئة وش زعلان ونبرة صوت متألمة وجملة شكلها بريء للغاية، بس الجملة دي كفيلة إنها تخرب دماغك ل3 أيام على الأقل. الشخص المتلاعب مش بيزعق، بس بيخليك تحس إنك لازم تبرر كل حرف، ومش بيهددك بس بيخليك تمشي على قشر بيض. وأسوأ حاجة إنك تفتكر إن المشكلة فيك، وبتبدأ تحس إنك زيادة عن اللزوم في تصرفاتك في كل حاجة تقريبا. في واحد خلينا نسميه إمتى. أنت شخص طبيعي، بتحب الناس، بتحب تفهم، بتقدر المشاعر، وجيت في يوم لقيت نفسك في حوار، بدأت وانت ناوي تتفاهم، ولكنك خرجت وانت حاسس انك أرضيت قتيلا من غير ما تكون فاكر ازاي. في نوع كده من البشر أول ما بتتكلم معاه بتحس إنك داخل على حوار بسيط ونقاش مثمر، ولكنك بتخرج منه وانت بتراجع طفولتك وبتسأل نفسك أسئلة وجودية: هو أنا فعلا شخص صعب؟ ولا أنا اتربيت غلط؟ طب أنا اتكلمت كتير؟ طب يمكن صوتي كان عالي؟ وهكذا. هنا يا صديقي العزيز بنكون دخلنا عالم التلاعب العاطفي، المدينة اللي فيها الشوارع كلها اتجاه واحد، ولكنها دايما ضدك. الناس فيها ما بيزعقوش ومش بيجرحوا، بس بيقولوا أنا تمام، بس كنت متوقع منك أكتر من كده. والقاضي الوحيد في المحكمة دي هو إحساسك بالذنب، وطبعا الحكم معروف: وأبد مع الشغل في مراجعة النفس. أحكي لك عن صاحب ليا كان دايما بيقول: أنا بحب الناس الصريحة، بس أول ما تصارحه بيزعل، ولكن مش الزعل العادي، بيزعل الزعل اللي يخليك تقول طب أقول له إيه؟ أعتذر، أعزمه على قهوة وأنا اللي غلطان؟ مش عارف. المتلاعب مش لازم يكون صريح، ده بيقول نص الجملة وبيسيبك تكملها بس في دماغك. يقولك أنا مش بلومك، بس اللي حصل خلاني أشك في حاجات كتير، ويسكت، وانت تبدأ تشك في نفسك وفيه وفي كل علاقات الكوكب. التلاعب مش محتاج صوت عالي ولا دراما هندية، هو بيجي في هيئة ابتسامة حزينة أو تعليق بسيط شكله بسيط: انت نسيت؟ عادي، ما محدش بيفتكرني. ويسيبك بقى تاكل عيش مغمس بتأنيب الضمير. مش هينفجر فيك، بس هيفجر فيك قنبلة داخلية. يعني هتخرج من الحوار شكلك طبيعي، بس دماغك بتغلي، وقلبك بيقولك اعتذر، كرامتك بتقولك ما تعتذرش، وقلبك بيقولك هو انت قلت ايه اساسا. نعرف الشخص المتلاعب ده ازاي؟ لو خرجت من حوار مع شخص ولقيت نفسك بتقول انا مش فاكر انا غلطت في ايه، بس اكيد غلطت، ده متلاعب. لو بيخلي كل حاجة حصلت من سنة 1997 دليل ضدك، ده متلاعب. لو بيعمل نفس الغلطة اللي كان بيعايرك بيها بس بيقولك وضع مختلف، ده مش بس متلاعب، ده متلاعب درجة أولى مع مرتبة الشرف. تفتكر نوقف الشخص المتلاعب عند حده إزاي؟ أول حاجة، ما تعتذرش عن شعور حد تاني. يعني لو قلت رأيك بلطف وحد اتضايق، ده مش معناه إنك مؤذي، ده معناه إن هو حساس أو متلاعب أو بيتفرج على مسلسلات هندية كتير قبل ما يقابلك. تاني حاجة، ما تشرحش 40 مرة، هي مرة واحدة كفاية. لو فهم تمام، ما فهمش يبقى مش عايز يفهم. تالت حاجة، ما تسكتش علشان الموضوع ما يستاهلش، لا، الموضوع يستاهل. كل مرة بتسكت فيها هو بيحط نجمة على صدره ويقول كسبت الجولة. لا، عايز تختبر الشخص المتلاعب، جرب تقوله لأ، بس كده، مجرد لأ. لو قلب الدنيا وتحول لشخصية شريرة من أفلام ديزني،
يبقى هو مش بيحبك، هو بيحب تحكمه عليك. آخر حاجة يا صديقي، ودي اعتبرها نصيحة، ما تخليش دماغك ساحة حرب علشان حد يرمي جمل مفخخة، وما تعيش نفسك في حالة تأنيب ذاتي مستمر علشان حد بيعرف يوزع ذنب كويس. افتح عينك وصدق أحاسيسك، ولو حد دايما بيخليك تشك في نفسك يبقى لازم تشك بس فيه. احمي مساحتك وحط حدود، حتى لو بجملة بسيطة زي أنا مش هكمل الحوار بالطريقة دي. خليك واعي، مش كل اللي بيسيبك تتكلم بيسمعك، ومش كل اللي بيقولك أنا مجروح بريء. وساعات أحسن رد على التلاعب هو إنك تقوم وتسيب الكرسي وتقول داخليا أنا مش هكمل تمثيل، أنا مش بالفيلم ده. سلام.